في ناس كده عندها اعتقاد اللي هو بتاع فلان ده مش هيعمل معايا كده في يوم من الأيام. أصلا أنا غيركم يعني. حابب أقول لك إن الاعتقاد ده مش صح. يعني أي شخص أنت بتتعامل معاه، أي شخص أيا كان أنت بتتعامل معاه بقى، سواء زميل في شغل، سواء شريك حياة، سواء أخ، أخت، أيا جار، أيا كان الشخص ده في حياتك بيمثل إيه. لو بيعمل قدامك سلوكيات مش صح، بيعمل قدامك تصرفات مش صح، آه بيعامل الناس قدامك بشكل مختلف. يعني ممكن يكون شكل فيه قسوة، شكل فيه غش، خداع، فيه كذب، فيه خيانة مثلا. آه ما تجيش انت تقول في يوم من الايام ان الشخص ده مش هيعمل كده معاك. لا، احب اقول لك انه هيعمل كده معاك. اي شخص ايا كان انت بتشوف فيه طباع سيئه من اللي انا ذكرتها سريعا دي دلوقتي، دي طباع متاصله في البني ادم. يعني لو هو بني ادم كذاب، اعرف انه هيكذب عليك في يوم من الايام. لو هو بني ادم خاين، خاين بقى للثقه، للامانه، خاين خيانه حقيقيه، لو كان شريك او كده، هو هيفضل طول الوقت خاين. فما تقولش ده مش هيعمل كده معايا. يعني حتى لو انت اخدت الشخص ده من مكان اوريدي هو بيمارس فيه كده، او انت اصلا اتعرفت على الشخص ده بالطريقه دي، يعني اتعرفت عليه بالغش، بالخداع، اتعرفت عليه بالخيانه. اوعى تفتكر انه في يوم من الايام مش هيعمل ده معاك. لا بالعكس، هيعمل ده معاك. هتلاقي هو بيكذب عليك، زي بيكذب على الناس، هتلاقيه بيخونك زي ما بيخون الناس وبيخون ثقتهم، زي ما بيخون ربه في العموم. هتلاقيه لو هو شخص نمام، بيبقى عنده غيبة ونميمة وكده، وانت متخيل انه لا ده بيتكلم معايا أنا عشان بيرتاح لي عن الناس. لا لا لا، هو هيتكلم عنك برضه مع الناس. يعني تمام. فأي شخص أيا كان بيعمل قدامك صفات مش كويسة، بيعمل قدامك حاجات مش طبيعية، حاجات ابنورمال، حاجات انت المفروض ان هي بتكون تريجر ليك، او منبه كده، او مؤشر ليك ان الشخص ده فيه شيء مش كويس. فلو انت حبيت بقيت كاركتر الشخص وقلت هتغاضى عن الصفات اللي اصل هو بيحبني، اصل هو بيعزني قوي، فاستحاله ان هو يعمل معايا الكلام ده، استحاله ان هو يتصرف معايا السلوكيات دي. لا لا، هيعمل معاك الكلام ده. فاي حد تشوف انه بيعمل الكلام ده، انا انصحك ان انت لو هو حد من دمك انت بتحاول معاه او عاوز تحاول معاه يتغير، وطبعا يعني انك لا تهدي من احببت، بس انت بتحاول، اتس اوكي. لكن لو شخص انت اوريدي زميل بقى او صاحب او شريك او كده، احب اقول لك انك يعني مش هتاخد